السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبق النهاردة من الاطباق المفضلة ليا، الكبير والصغير بيحبه. النهاردة هعمل لكم الكشري المصري بكل تكاته واسراره زي بتاع المطاعم واحسن كمان. وهنعمل شطة الزيت والدقة زي بتاعة المطاعم بالظبط، وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا. يلا نبدأ في طبق النهاردة. اول حاجه هعملها الحمص. انا مبيتاه ليله كامله في ميه سخنه او اقل حاجه 6 ساعات، لانه بياخد وقت كبير في التسويه. ودلوقتي هحطه على النار. وده العدس انا منضفاه كويس وغسلاه وبعدين حطاه في ميه، ودلوقتي هحطه على النار برضو يغلي. وعندي كيلو من الطماطم غسلاها كويس وحطها في ميه علشان اعمل صلصه الكشري، وحاطه معاها بنجر بيدي لون حلو جدا للطماطم ومفيد للانيميا بدل الصلصه. ودلوقتي عندي العدس والحمص على النار، هسيبهم يغلوا عشان يستووا، والطماطم هسيبها تغلي هي والبنجر. دلوقتي الطماطم استوت، هسيبها تبرد وبعدين اقشرها واضربها هي والبنجر في الخلاط. وعندي العدس برضو استوى، بخليه نص سوا علشان ما يتهريش، لان هخليه يكمل تسوية مع الرز. والحمص برضو استوى ازاي. وكده بقى جاهز معايا خلاص الحمص. واول حاجة هعملها البصل، لان الزيت بتاعه هستخدمه في الرز والمكرونة والدقة وشطة الزيت والصلصة. هجيب بصل وهغسله كويس وانشفه بمنديل لازم يكون ناشف، وده السر اللي هيخليه مقرمش معايا. بعدين هقطعه جوانح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعدين بنزل عليه بمعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من النشا. وبعدين هقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ودلوقتي هو جاهز معايا ان اقليه. هجيب طاسه واحط فيها زيت وانزل بالبصل زي ما انتوا شايفين، وده شكله بعد ما اتحمر ما شاء الله مقرمش وجميل ازاي. وهحط معلقة صغيرة من الكمون واقلبه كويس، وكده بقى جاهز معايا للتقديم. وحطيت مية تغلي علشان اسلق المكرونة، ولما المية غليت حطيت معلقتين كبار من زيت البصل وملح، وهنزل بالمكرونة وبعدين هقلبها. وده شكل المكرونة لما استوت، وكده بقت جاهزة معايا. ودلوقتي هعمل الرز. هجيب حلة واحط فيها شوية من زيت البصل وسمنة، ولما يسخنوا انزل بالشعرية واقلبها لغاية ما تبدأ تحمر معايا. انزل بمعلقة من الثوم بتديها ريحة جميلة جدا وطعم حلو، وافضل اقلب فيها لغاية ما تديني اللون الذهبي. بعدين انزل بالعدس وافضل اقلب فيه اخليه يتشوح مع الشعرية زي ما انتوا شايفين كده. بعدين انزل بالرز واقلبه اخليه يتشوح مع العدس والشعرية. وبعدين انزل بالملح، وبعدين انزل بالمية اخليها تغطي وش الرز. وهنا الرز اتشرب المية، اسيبه على نار هادية واغطيه لغاية ما يستوي. وده لما استوى ما شاء الله جميل ومفلفل ازاي. وكده بقى جاهز خلاص ان اقدمه. ودلوقتي هعمل صلصة الكشري. هجيب حلة واحط فيها شوية من زيت البصل، ولما يسخن انزل بالثوم واقلب فيه لغاية ما يديني اللون الذهبي. بعدين انزل برشة من الخل، بتعمل طشة حلوة قوي وريحة جميلة وطعم بيفرق. وبعدين انزل بصلصة الطماطم، وبعدين انزل بالتوابل ملح وكمون ومرق الدجاج، وبعدين اغطيها واسيبها تغلي. وده شكلها بعد ما غليت، ودلوقتي بقت جاهزة معايا للتقديم. ودلوقتي هعمل دقة الكشري. اجيب حلة وانزل بنص كوباية من الخل وكوباية من المية، ولما يبدأوا يغلوا انزل بمعلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الثوم، واقلبهم كويس واسيبهم يغلوا غلوة. وكده بقت جاهزة معايا للتقديم. ودلوقتي هعمل شطة الزيت. هجيب حلة واحط فيها 3 معالق كبار من زيت البصل ومعلقتين كبار من الشطة واقلبهم. ولما يبدأوا يغلوا انزل عليهم بصلصة الطماطم اللي انا عملتها واقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. وده القوام بتاعها جميلة ما شاء الله، تحفة زي بتاعة المطاعم واحسن. وطبق النهاردة كده خلص وبقى جاهز للتقديم. ما شاء الله جميل جدا وطعمه حاجة كده روعة، احسن من المطاعم بكتير. كفاية ان هو معمول في البيت.
لو عجبتكم وصفة النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.